اخد ايه لو جالي دور برد؟ احنا قلنا قبل كده ان البرد هو عباره عن اصابه بفيروس الانفلونزا، وحط تحت كلمه فيروس دي 20 خط، يعني ما ينفعش اخده مضاد حيوي. مضاد الحيوي بيبقى مضاد للبكتيريا. طيب اخد ايه؟ تاخد اي حاجه من ادويه البرد اللي موجوده، بس خلي بالنا من كام نقطه هقول عليها. ادويه البرد بتحتوي على 3 عناصر مهمه. اول حاجه مضاد للحساسيه، وهي زي السيتريزين، اللوراتيدين او فيكسوفينادين او حتى كلورفينرامين، ودي ميزتها انها بتكون امان وتنفع مع كل الاعمار ومع كل الحالات، اللي سواء اذا كانت حامل او بترضع او عنده ضغط او عنده سكر. ثاني حاجه وهي ماده مسكنه واشهرها الباراسيتامول عشان تخفف الوجع والتكسير. ثالث حاجه السودوافيدرين. السودوافيدرين ماده مهمه في ان هي تخفف الاحتقان، او بمعنى صح تفتح الجيوب الانفيه والانسداد دوت يخف. بس للاسف ما ينفعش ناخده مع حالات معينه زي الحمل وزي الرضاعه وزي الضغط وبعض مرضى السكر. فانت لو عندك اي حاله من الحالات دي يبقى تروح للصيدلي وتقول له لو سمحت انا عايز دواء للبرد ما فيهوش السودوافيدرين، وممكن تستبدله بنقط الانف عشان تخفف الانسداد اللي موجود